كان يا مكان ايامنا ايام زمان، نصلي على النبي ونبدا الكلام في مش بودكاست لما فوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيص 30 يوم في الخريجة معانا. لما وفوانيس. هو اول يوم رمضان زمان كان زي دلوقتي كده بنفطر عند العيله وكده زي ما بنعمل؟ اول يوم رمضان هيفضل طول عمره نفس الطقوس. ستات البيوت قاعده بتعمل كل ما لذ وطاب من محشي وبط وفراخ ولحمه. ربنا بيبارك في السفره بتاعت اول يوم رمضان ولمه العيله. هو انا عن نفسي لو مش في الشغل او في الجامعه فبسلي وقتي الصبح بالسوشيال ميديا. انت كنت بتعملوا ايه بقى زمان غير الصلاه اكيد يعني؟ احنا في التسعينات ما كانش عندنا سوشيال ميديا خالص، كان نجم رمضان هو الراديو. الناس تسمع الراديو في كل الاوقات قبل الفطار. رمضان كان في التسعينات كان في الصيف، فكان الفطار الساعة 8 بالليل. كل الناس عايزة تجري تلحق عشان يروحوا بيت العيلة للفطار بتاع أول يوم رمضان، لحد ما هتسمع صوت قرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد رفعت، وتسمع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت. كده انت بدأت أول يوم في رمضان ودخلت في الأجواء. نيجي بعدها على طول نبتدي بقى صلاة التراويح. نجيب الشاع صوت. اتفضل يا شيخ. ما تنسوش تدعوا لهم. سلام.